شايفين اللون والعلو بتاع الكيكة بتاعتنا الحلوة والبياض بتاع الكيكة بجد حلوة جدا جدا جدا. لازم تجربيها. يلا نعملها مع بعض ونشوف اتعملت ازاي الجمال ده كله ازاي. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل اسهل كيكة بجد تحفة اقتصادية من غير ولا لبن ولا بيض ولا بيكنج باودر ولا دقيق. يعني مفيش اسهل من كده. هتعمليها بجد حلوة قوي واسفنجية من جوه وطرية جدا جدا وهشة وجميلة جدا. تعالوا نشوف كده المكونات مع بعض. هنا معايا 3 صفار بيضة. معايا 100 جرام سكر بودر ناعم جدا، لازم تنخليه مرة واتنين وتلاتة. طحنيه في المطحنة حلو، لا اما تجيبيه من بره. لازم تطحنيه حلو قوي قوي علشان ما يبوظش معاكي الكيكة. وهنا معايا حوالي 120 جرام من النشا. وهنا قلنا 3 صفار بيضة. وهنا معايا 3 بياض يكونوا درجة المطبخ، علشان ما ينفعش نشتغل بيهم واحنا ونطلعهم من التلاجة ونشتغل بيهم ده خالص. هنا فاصلين البياض عن الصفار. تعالي نبدأ مع بعض. هنا معايا 3 صفار بيضة، هنا 3 بياض بيضة ورشة من الملح. يلا نبدأ مع بعض كده ببياض البيض. هنا حطينا رشة يا دوبك بين صوابع رشة ملح، وحطينا 3 بياض بيضة. قلنا لازم يكونوا لحد ما يبقوا كده كريمي خالص خالص. وهنا خلاص بعد ما ضربت البياض البيض لازم اضربه لحد ما يبقى كريمي خالص معايا كده، يكون مرنج كده تقيل خالص. هتقولوا لي ينفع بمضرب البيض بمضرب السلك العادي اليدوي؟ لا طبعا مش هينفع. ولازم كمان الطبق اللي انت هتعملي فيه لازم يكون ناشف تماما من المية، مفهوش اي نقطة مية علشان هتبوظ معاكي الكيكة دي. الكيكة دي حساسة جدا بس سهلة جدا وطريقتها حلوة قوي. هننزل بقى بصفار واحدة ورا التانية ونضرب كده مع بعض. لو خايفة ينزلوا 2 مع بعض نزلي بالمعلقة واحدة واحدة علشان خلينا في المضمون. ادي كده واحدة كده واحدة، تمام جدا. وهنضرب بقى لحد ما تختفي تماما، وبعد كده ننزل بالتانية. هنا شايفين البياض البيض عامل ازاي؟ ما اثرش معايا الصفارة، يعني زي ما هو المارينج برضو هنزل بالصفارة البيضة التانية مع بعض كده واحدة ورا التانية. وهحط رشة فانيليا. ادي كده تاني صفارة. تعالوا نضرب مع بعض كده. كده خلاص ضربنا البيض حلو قوي. دخلنا كده كل صفار البيض. شايفين بقي معايا عامل ازاي؟ برضو لسه المنقار بتاع شوف حطينا البياض البيض وحطينا الصفار ولسه محتفظين بالهواء اللي في البيض. لازم اهم خطوة من كل الخطوات دي. هننزل بقى كده. هنا عندي حوالي 100 جرام من السكر البودر. هنا معايا 100 جرام من السكر البودر المنخول حلو جدا جدا كذا مرة بالمنخل. هنا هنزل بقى رشة خفيفة جدا علشان ما احتفظ بالهواء ما يتكبش، يعني الهواء ما يطلعش معايا كده. شايفين رشة بسيطة جدا كده واضرب. يعني مش هننزل بيه كله او بالمعلقة كلها علشان ما يعملش معانا كل الهواء اللي احنا محتفظين بيه ده كله. احنا عايزين نحتفظ بيه برضو لحد ما ندخل كل المقادير بتاعتنا بالراحة خالص وفي اتجاه واحد، مش كذا اتجاه، في اتجاه واحد علشان نحتفظ بالهواء ما يطلعش بره الهواء.
شايفين في اتجاه واحد زي ما احنا قلنا علشان نحتفظ بالهواء. هضرب كده علشان صوت المضرب ما يزعجكمش. هنا لازم كل رشة من السكر، رشة بسيطة كده، بسيطة خالص، علشان اتأكد. ولازم منزلش ورا بعض، لازم اتأكد ان السكر اللي انا حطيته اختفى تماما وداب تماما. يعني في حوالي دقيقة كده ولا حاجة اضرب، وبعد كده انزل باقي رشة السكر الباقية التانية. بعد ما دخلت كل السكر كده تمام جدا، انا ما بقطعش اي حاجة او ما بسرعش او كمان ما بعملش منتجات للفيديو بتاعي، زي ما هو بنزله. هنا معايا 120 جرام من النشا، وياريت النشا يكون نوع كويس، يعني لو يعني يكون نوع كويس. هنا معايا مصفى، هنزل بالراحة جدا، رشة بسيطة جدا كده. شايفين؟ لازم كده عشان احنا محتفظين بالهواء في الكيكة. احنا مش هنحط بيكنج باودر او اي نوع من المواد اللي هترفع الكيكة. احنا كله ده معتمدين على الهواء اللي في البيض بتاعنا. فبالراحة خالص احنا بنقلب من فوق لتحت كده، نضمن ان احنا دخلنا كل النشا. وننزل برضو بالراحة، ما تقوليش يعني على قد ما تقدري علشان تطلع معاكي الكيكة ناجحة جدا جدا جدا، ومدخلين الهواء المظبوط للكيكة. لازم ادخل كده بالراحة خالص 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 كده لحد ما اخلص كل الكمية بتاعت كل النشا اللي معانا. بالراحة خالص لفوق لتحت كده. المضرب هيدخل معاكي هواء حلو، وكمان هيخلط كل النشا. كمان النشا بيبقى شوية يعني تقيل شوية في الخفق. بالراحة خالص كده، وادخل كل الهواء بالراحة جدا جدا كده، وادخل لفوق لتحت لحد ما اخلص كل الكمية. نرجع لبعض تاني ونشوف. خلصت كمية النشا كلها، نزلت بيها بالراحة خالص كده. لازم اقلب من فوق لتحت كده علشان تطلع معايا زي ما هي، محتفظين بالهواء اللي في البيض بتاعنا والكيكة، علشان تبقى هشة. احنا مش حاطين زي ما قلنا فيها بيكنج باودر، هي 3 مكونات، مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. هجيب كده بالراحة خالص كده، مش هنزل ابدا ولا هخبط كده على الكيكة بالمضرب، علشان كده هتبوظ معايا العجينة الكيكة. هعمل ايه؟ هشيل كده كل الجوانب علشان اتأكد ان مفيش اي نشا او اي نوع من النشا في الكيكة. وهجيب هنا معايا كده صينية في مقاس حوالي 18. لو انت عايزة اكبر ماشي، اصغر ماشي، براحتك خالص. يعني زي شايفين القوام بتاع الكيكة؟ شايفين؟ الله عليها، شايفين؟ هو ده اللي احنا عايزينه في الكيكة بتاعتنا. يعني هي سهلة جدا، بس عايزة شوية تركيز شوية علشان تطلع معاكي ناجحة ان شاء الله من اول مرة معاكي. يعني انت ما تستعدليش في نزول النشا، لازم تنزليه بالراحة خالص هو والسكر. ولازم نكون ضاربين معانا حلو قوي، تكون ضربة جدا حلو جدا، تكون ضربة البيض حلو قوي علشان تطلع معاكي ناجحة برضو. هنا كمان هعمل ايه؟ هنا هدخلها تكون النار سخنة قبليها، الفرن تكون سخنة قبليها كده بحوالي 10 دقايق. هدخلها على نار 180 في الرف الوسطاني. مش هفتح عليها على الاقل نص ساعة علشان ما تهبطش منك. وبالراحة انتوا بتدخليها، ما تهبطهاش ما تخبطهاش كده، انتوا بتدخليها بالراحة خالص. يعني استخدميها كده بالراحة برفق كده، حدا هي بتبقى عايزة حدا كده بالراحة. هدخلها واوريها لكم بعد ما تطلع عاملة ازاي.
نشوف كده الكيكة بتاعة النشا تستحق التجربة أم لا. بجد حلوة جدا وهشة وحلوة وعالية وجميلة. هنا أنا جيت أقطع، افتكر إن أنا بصور. احنا هنا شايفين شكلها من جوه. سيبيها تبرد خالص. هي خدت معايا حوالي 20 دقيقة، حسب السمك اللي انت عاملاه، حسب الصينية. لو عاملاها اكبر بتاخد معاكي وقت اكبر، حسب فرنك برضو وحسب سخونة فرنك. سيبيها تبرد خالص عشان تقطعيها، علشان ما تتفرولش منك تماما. هنا شايفين اللون بتاع الكيكة، اللون. شايفين يعني الفراغات اللي جوه حلوة قوي قوي وطرية. شايفين الطراوة. تعالي نقطع كده مع بعض ونشوف. شايفين اللون بتاع الكيكة من جوه، شايفين بياض الكيكة، يعني شايفين زي الاسفنجية بجد. حلوة قوي قوي. لازم تمشي على الخطوات مظبوطة عشان تطلع معاكي. اعمليها تورته، اعمليها سسرول، اعمليها اشربيها بشاي كده. يعني في كل الحالات ممتازة واقتصادية وبثلاث مكونات بس، وحلوة قوي. لو عملتيها على تورته هتقطعيها على ثلاث. شايفين علوها؟ يعني انت لو قطعتيها على ثلاثة حلوة قوي. يعني السمك مش هيكبر رفيع. فحلوة جدا 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 جدا. بتمنى تجربوها وتعجبكم، بس بالراحة على الخطوات بسهولة، علشان ما تقوليش دي باظت مني او هبطت مني. بتمنى تعجبكم، وبتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.